النظام فيها يمارس ما يمارس من كبت ومن ضغط على الحريات ومن إشكالات في الأطراف في دارفور في جنوب السودان في غيرها من المناطق السودانية. ظل مطلب إسقاط النظام قد يكون يرتفع حينا وينخفض حينا. الآن أنا أعتقد أنه الشارع السوداني وصل إلى مرحلة من خلينا نسميها كفر بنظام الإنقاذ. الآن المظاهرات يمكن أدت مؤشر واضح جدا لأنه ما عاد للحكومة الشعبية يعني هل تعتقد أستاذ عثمان بأنه لو الحكومة تراجعت اليوم عن موضوع المحروقات أو عدة قرارات كانت قد اتخذتها ممكن أن تهدئ الشارع، ولكن يبدو بأنه في ظل كل هذه الاعتقالات وفي ظل يعني وجود قوات الأمن بهذا العدد يبدو بأن الحكومة لا تريد التراجع أصلا. الآن أنا أعتقد أنه المرحلة تجاوزت المحروقات. يعني المحروقات قد تكون هي في اليوم الأول في اليوم الثاني هي الدافع. الآن أصبح هنالك إحساس عام بظلم كبير جدا. الحكومة أعملت قوة باطشة جدا خلال اليومين الماضيين، قتلت بحسب تقديراتها هي 29 وبحسب تقديرات المنظمات قد يكون العدد يفوق ال 200 قتيل 200 قتيل حسب حديث المنظمات. الآن في كل شارع في الخرطوم في سرداق للعزاء. هذه السرداقات تحولت إلى يعني دافع للمتظاهرين لمزيد من التظاهر. أعلنت التنظيمات الشبابية وبعض الناشطين مظاهرات عقب صلاة الجمعة. بحسب المعلومات هنالك بعض الأحياء استبقت صلاة الجمعة في التظاهر مثل الشجرة حي مايو وغيرها من الأحياء. استبقت التظاهرات استبقت صلاة الجمعة وطلعت خرجت مظاهرات. لماذا تعاملت الحكومة بهذا العنف مع المتظاهرين؟ أنا أعتقد أنه الثقافة بتاعت العنف هي ظلت سمة ملازمة لحكومة الخرطوم. ولكن ما استفادت من ثورات الربيع العربي السابقة؟ بقيت على نفس النهج؟ يعني لم تستفد. الواضح أنها لم تستفد لأنه يمكن الحكومة طيلة ال 24 سنة اللي حكمت فيها الخرطوم لم تسمح قط بأي مظاهرة ضدها. يعني إذا تجمع شخصين تظل الحكومة مستخدمة أقصى أنواع البطش. الآن يمكن بيتحدثوا عن التخريب ما تم من حرق لطلمبات. أنا أعتقد أنه ده نتاج طبيعي لأن الحكومة ما سمحت من 89 إلى اليوم بمظاهرة ضدها. الكيرف أو المؤشر بتاع العنف بدأ يرتفع. إذا رجعنا للمظاهرات الأولى ضد الإنقاذ في سنوات التسعينات نهاية التسعينات بداية الألفينات كانت مظاهرات سلمية بتخرج الحكومة تتعامل معها بعنف. نظرنا لمظاهرات يونيو 2012 بنجد انها كانت اقل عنفا من هذه المظاهرات. ولكن عندما نشهد كميه العنف هذه بالامس، هل هذا يؤشر ايضا الى عمليه التعاطي على الارض من قبل قوات الامن او من قبل الحكومه مع المتظاهرين؟ ممكن تشهد اعمال عنف اكبر؟ انا اعتقد انه العنف اصلا القاعده الاساسيه العنف يولد العنف. الآن المظاهرات قد تكون لجأت إلى التحريق والتخريب لأنها يعني سلف من المتظاهرين بيعلموا أن الحكومة حتستخدم درجة عالية من العنف وبالتالي رجعوا إلى أساليب عنيفة. من يحرك هؤلاء الشباب بدقيقة لأنه بعد معي؟ هل تجمعات شبابية أم المعارضة ولكن قياديها لم يبرزوا بعد على الأرض أم لا؟ الشباب لأنه أعتقد أنه المحرك الرئيسي هو الإحساس بالظلم والغضب على سياسات الحكومة. لا أقصد في الشارع اليوم يعني اليوم كتجمعات قد يكون من مظاهرات اليوم بدأت بعض التنسيق ما بين الشباب، بدأ بعض التنسيق ما بين بعض التنظيمات اللي أصلا مناهضة للحكومة مثل جريفنا شرارة وغيرها من التنظيمات الشبابية. دي قد تكون دخلت في تنسيق بشكل واضح من مظاهرات اليوم وإلى حد ما بالأمس. ولكن في اليومين الأولين سواء تم في واد مدني جنوب الخرطوم أو تم في الخرطوم في الأربعاء، ده حراك لم يكن له قائد ولم يكن له منسق وإنما هو إحساس بغضب. يعني إذا نظرنا للمتظاهرين أنفسهم هم شباب المدارس الثانوية بعض طلاب الجامعات وخرجوا بعفوية خرجوا إلى الشارع. مقابل ده الحكومة استخدمت السلاح استخدمت الرصاص الحي قتلت من قتلت. الآن في يعني بنجد أنه بعد كده اتسعت دائرة الحانقين على الحكومة وتم تنسيق. شكرا جزيلا لك عثمان فضل الله صحفي في جريدة البيان ضيفي هنا في الاستديو. شكرا جزيلا لك. أيضا نتحول إلى